اهلا بيكم معايا في فيديو جديد، والنهارده انا حابه اتكلم عن النصيحه. آم، بحكم شخصيتي وبحكم البرج بتاعي وبحكم اهتماماتي، فانا من الناس اللي هم كانوا دايما يعني الناس بتحب ان هي بترتاح ان هي تقعد تتكلم معاهم. بترتاح ان هي تفضفض معاهم. آم، فانا يعني بسمع كويس كمان. فانا كنت من الناس اللي هي كانت ناس كتيره قوي تحب ان هي تتكلم معايا. واكيد انت غصب عنك لما حد بيتكلم معاك انت بتتبرع بالنصيحه. فانا النهارده حابه اتكلم عن القصه دي. اول حاجه لما حد يجي يتكلم معاك يا جماعه، اعرفوا ان هو عاوز حد يسمعه. فاحنا مش هنقاطع اللي بيتكلم كتير، احنا هنسمعه، خاصة لو عنده مشكلة كبيرة، علشان يفرغ الشحنات اللي عنده. وفي الاخر احنا بنسأله انت النهاردة عايز تتكلم معايا او عايز تتكلمي معايا عشان تفضفضي، ولا عشان نشوف انا وانتي حل للمشكلة؟ فممكن تقولك لا انا عايزه افضفض، بس خلاص كده دورك بينتهي واتس اوكي. يعني حلو ان انت تسمعي وكده انت اديتي الواجب اللي عليكي. طب لو هو او اللي هي عايزه ان انت يعني تفكري معاها في حل. اول حاجه يا جماعه اللي بيحكي عاده بيبقى عنده كمان لوم لنفسه. انا ازاي عملت كده كذا، يعني كده انا غبيه، انا كان المفروض اعمل مش عارفه ايه. يعني هو اوريدي محمل بطاقه غضب على نفسه. فاحنا مش هنزيد الطين بله ونقعد ان احنا نأنب فيه. انا قلت لك قبل كده تعمل كذا، انا قلت لك قبل كده تسوي كذا. فدي يعني مش عايزين نجيبها خالص. خاصة لو اللي قدامنا اوريدي عنده حتة تأنيب الضمير عالية قوي عنده، او ان هو يأنب ويذنب في نفسه. وانا زي ما قلت كتير في فيديوهاتي، انا بحس ان دي من اقل نوع من انواع النفس، اللي هي النفس اللوامة، اللي هي طول الوقت اللوامة. دي ما بتبنيش، دي بتفضل بس في دايرة الشكوى، وبتفضل في دايرة ان هي غلطانة وما بتتقدمش اكتر من كده، هو زي ما احنا متخيلين. دي حاجة. تاني حاجة، احنا دلوقتي بقى هنيجي نفكر في حل مع بعضينا. عادة الحل بتاعك حاول ان انت تاخده من ظروف الشخصية اللي قدامك. يعني انت ما تطبقش حالتك انت على حالة اللي قدامك. انت ممكن تحكي حكاية بتاعتك انت على اساس ان انت بتسهل للي قدامك ان هو يحكي بأريحية. يعني مثلا يقول لك انا عملت كذا ولما كان بابا كذا عملت كذا، فانت تقول له على فكره انا عملت زيك ومريت بنفس التجربه دي وحصل لي نفس الموقف ده، لو حصل لك طبعا. يعني اللي هو عايزه اقول للي قدامي ما انتش لوحدك اللي بتفكر في الحاجه دي، ما انتش لوحدك اللي حاسس بتأنيب الضمير، او انت عملت حاجه وحشه انت الوحيد اللي عملت الحاجه الوحشه دي. لا، كلنا بنغلط، او كلنا عندنا نفس الاحاسيس مثلا المتدنيه دي. كلنا يعني مرينا بالقصه دي. فهو هيحس باريحيه انه مش هو اللي لوحده اللي غلطان، مش هو اللي لوحده اللي عنده المشكله دي او عنده العيب دوت. طيب بعد كده هو انا ببدا ان انا مثلا، هو الانسان هيقعد يشكي كتير، يعني كذا مره، هي مش مره واحده بس اللي هيقعد يشكي فيها. فانا مش هقول له انا قلت لك لا يا جماعه، الناس وهي بتغير نفسها زي احنا تماما. انا عشان اعمل اي عاده جديده او اي حاجه جديده ده خد مني وقت كبير جدا. ولاحظوا ان اي حاجة الانسان بيتبناها جديدة هي كمان ليها طبقات layers. يعني انا مثلا بقيت مثلا بصحى الصبحية بس بدري. يعني بصحى الصبحية مثلا، أنا كنت بصحى مثلا يعني انا طول عمري بصحى الصبحية بدري، بس يعني لو مثلا بصحى الساعة 12 الظهر، فلما اصحى الساعة 11 لا ده انجاز، بس لسه فاضل لي ان انا اتقدم فيه. فهو محدش يعني في يوم وليلة هيبدأ يجيب مثلا ان هو يصحى الفجر الساعة 5 وهو كان بيصحى الساعة 12. لا، هيقعد يتدرج، هيقعد يروح ويجي في القصة دي. فأنا لما حد قدامي بيشتكي من حاجة اتكلمنا فيها كتير، فأنا أحاول على قد ما أقدر أشوف النقاط
التقدم بتاعه ومدتها قد ايه، والاخفاقات كانت نسبتها قد ايه، وتكرارها، عدد تكرارها كان قد ايه. وده يعتبر برضو لو هو كان حقق يعني ولو حاجة بسيطة، بس ده يعتبر على فكرة تقدم، لازم ابروزه للي قدامي. بيبقى ميزة ان احنا نحكي لشخص تاني ان عادة يعني دايما يقولك ايه، باب النجار مخلع. هو مش مخلع قوي يعني، بس لما الانسان بيكون في مشكلة بيبقى غرقان مش شايف اي حاجة خالص، فلما بيحكي لحد تاني قدامه، الحد ده بيبدأ ان هو يفرجه الشكل ايه بالظبط، ويفرجه المشكلة بتاعته ايه بالظبط، ويفرجه كمان ان اداؤه ما كانش وحش قوي زي ما هو متخيل. يعني دي حاجة. تاني حاجة أنا كمان بقول يا جماعة، بلاش نتبرع بالنصيحة لأي حد. يعني استنوا لغاية ما اللي قدامنا يقول لنا ها ايه رأيك يا مها، او هو يجي او تيجي وتقول لي مها انا كنت عايزة احكي لك على قصة كده هو وعايزة اخد رأيك فيها. لكن ان انت مثلا تتبرع، ان انت تقول رأيك، ان انت تقول نصيحتك، دي حاجة مش مطلوبة. خاصة الناس اللي بتشتغل مدرسين وكده، هو دايما عندهم الحس النصيحة عالي جدا. فأنا بقول لهم يعني دي بتبقى نقطة بتخلي الناس يمكن تنفر منك أساسا من كتر النصايح اللي انت بتديها. وعادة النصايح اللي احنا بنديها هي على مقاسنا احنا، مش على مقاس اللي قدامي. يعني دايما لما احب ادي نصيحة للي قدامي، اديها على مقاس اللي قدامي، على ظروف اللي قدامي، على امكانيات اللي قدامي، مش على امكانياتي انا. انا افتكر ان انا كنت بروح للدكتور يحيى الرخاوي الله يرحمه، كان بيعمل ندوة الساعة 7 الصبحية في القصر العيني. فكان بيعمل زي جروب ثيرابي، مجموعة اللي هي عندها الايشوز بتاعها، والناس اللي هم الدارسين او اللي هم يعني مهتمين بالطب النفسي بييجوا يحضروا. كانت بتبقى دعوة عامة، بس طبعا عشان الساعة 7 الصبحية، كان يوم أربع، فمش كل يعني كان عدد قليل جدا اللي بيجي. أنا كنت بروح الصراحة، كنت منتظمة جدا. فكان من ضمن الناس اللي هي قاعدة في الدايرة اللي هي عندها القصة بتاعتها، يعني اللي بتشتكي منها أو كده، هو ولد ظروفه صعبة جدا، وكان بيشرب زي بانجو، ويعني كان عنده ايشوز كتيرة كده هو. فلما المجموعة اللي هي في النص دي الدكتور بيخلص معاها الشغل بتاعها، هي بتنصرف، واحنا كنا بنبقى عايزين نتناقش في القصة دي، وهو يبدأ يسأل، لأن كان بتبقى فيه كمان دكاترة اللي هم حديث التخرج. وهو راجل عموما يعني ممكن ناس كتيرة كانت تحضر له حديثي وقديمي، لأن هو كان راجل صنايعي زي ما بيقولوا. فمن ضمن الحاجات اللي كان بيقولها، في ناس يعني كانت عندها تعليق قاسي على واحد من الجروب اللي كان في النص ده بعد ما مشي يعني. قعدت تقول بيشرب بانجو، ده غلط، ده مش عارفه كذا، ده كذا. فهو الراجل بمنتهى اللطف، هو ما كان راجل يعني لسانه يعني كان حد برضو لما يعني، بس هو في منتهى اللطف اتكلم عن الولد ده، وقال لك الولد ده يا جماعه حالته النفسيه صعبه جدا. كان وشه مشوه زي حريق او حاجه زي كده، هو ما عندوش شغلانه، تعبان نفسيا. فقال له انا ما اقدرش اقول له ما تشربش سيجاره البانجو، المزاج بتاعه اللي مخليه يجي هنا هو. فهو ابتدى معاه من المستوى بتاعه، ومش مرة واحدة هينقله لقصة عالية قوي. لا، احنا بنبتدي من المستوى ده ونبدأ نرتفع حتة 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 لغاية ما اللي قدامي يعني يحرز بنفسه تقدم. في كمان جزئية تانية، خاصة الأمهات أو الناس اللي هي مسؤولة على الناس، إن هي طول الوقت مثلا تدي نصايح ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا. غير ان انتوا بتكرهوا الناس في النصايح وكل الحاجات دي كلها، احيانا هو يقول لك ايه، انا هعمل بداله بقى الحاجه دي. يعني هو مش قادر يعملها، انا هتبرع وانا اعملها. طب لما انت طول الوقت انت اللي بتحل لي مشاكلي عمليا بقى، مش عن طريق ان انت تديني نصيحه او تتناقش معايا في النفسيه بتاعتي وليه القصه دي جات لي وانا المفروض اعمل ايه، لا هو بيتبرع كده، هو بقى يقول لك انا اللي هحل لك المشكله دي. خاصه لو كان من مثلا الاب والام او الاخ الكبير او الاخت الكبيره او كده هو. طب ما هو في النهايه يا جماعه، هو اللي قدامي ده محصلش اي خبره خالص، انت حليت له كل المشاكل، انت جنبته كمان مشاكل كتيره ان هو يقع فيها، يعني هو زيرو خبره في اي حاجه. فلما الانسان ده اساسا بيتوفى،
بيبدأ مشاكل كتيرة. يعني أنا عانيت من القصة دي من ماما كانت حبيبتي بتحب إن هي تحل لنا مشاكل كتيرة جدا، بتحاول إن هي تجنبنا مشاكل كتيرة جدا. فلما توفت لقيت كم غير عادي من الحاجات اللي هي شايلاها كانت، وأنا قاعدة عمالة أقول الست الكبيرة في السن اللي كانت حركتها قليلة دي كانت شايلة كل دوا. وانا طبعا ما كانش عندي، كان زيرو خبره، فطبعا تعبت جدا ساعتها. وفي نفس الوقت يعني الله يرحمك يا ماما، انت عملتي اللي انت تقدري عليه، بس كمان انت يعني سبتيني بخبره مش كافيه. يعني كان المفروض ان انا احل مشاكلي دي بنفسي. كمان يا جماعة لما تسمعوا مشاكل اللي قدامكم، بنسمع، بنتعاطف بالسمع، لكن انا يعني ده ما يأثرش على حالتي النفسية او يجي لي جزع او ابدأ ان انا عايزة احل مشكلة اللي قدامي زي ما قلت، او ان انا ابسط حاجة ان انا ممكن يتنكد عليا طول النهار ان مثلا فلانة دي صديقتي او اختي او كده عندها مشكلة. لا، احنا بندي النصايح وبنحاول على قد ما نقدر نقول ما دي مشكلتهم هم، دي ظروفهم هم، المشكلة دي جت عشان توريهم حاجة معينة، عشان تنميهم وتطورهم بطريقة معينة. انت ليه زعلانة؟ ما هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني مدينا امكانيات كتيرة، ومدينا كمان تحديات اللي احنا بنسميها مشاكل، مدينا تحديات. فانا بساعد، لكن لازم كمان ادي مساحة وسبيس للي قدامي ان هو يكبر. انا مش بسيبه خالص، بس انا ببقى براقب، يعني براقب. لو هو هيعوق الدنيا قوي الحق اسند، لكن مش هحل كل الحاجات حتى لو انا قادره احل. يعني لازم ان انا زي الطفل كده مثلا اللي بيحبي، انا هسيبه يقع بس بأمن له المنطقه اللي هو هيقع فيها، احط له سجاد مثلا، ابعد عنه الحاجات الحاده، الترابيزات الحاده، اخلي له حاجات كتيره في الطريق يقدر يسند عليها. لكن انا لو انا شلته طول الوقت هو مش هيقدر يمشي، او هيمشي يعني متاخر قوي، او يبقى عنده ضعف في عضلاته مش هيقدر ينميها في الميعاد اللي هو المفروض ان هو يمشي فيها. فدي كلها نصايح انا حابه اديها للناس اللي هي بتدي نصايح. ما تجيش كمان على نفسكم يا جماعه، يعني دايما ادوا النصيحه من منطقه انتوا فيها عندكم استعداد ان انتوا تسمعوا، ظروفكم تسمح ان انتوا تسمعوا. لو اللي قدامكم بيكرر نفس الخطأ دي مشكلته هو، هو لسه محتاج وقت. يعني انتوا ما تقولوش انا يعني انا اديته نصيحة هو مش يعني ما عملش بيها، لا هو ليه وقت ان هو يتطور فيه. كانت في حد يعني معلمة كبيرة ليا في الحياة، يعني كانت دايما تقول لي مها انا ببذر البذور، بنثر البذور في الارض ومعرفش من انهي ثمرة او سوري من انهي بذرة الزرع هيطلع. انا بعمل اللي عليا، بقول بنصح، بدي علم، لكن انا ما اعرفش العلم اللي انا اديته او النصيحة اللي انا اديتها دي هتثمر مع مين وامتى. احنا بندي لوجه الله، بس لما تدي لوجه الله بتدي وانت عندك استعداد ان انت تدي، ما بتجيش على نفسك. لان لو جيت على نفسك واللي قدامك ما عملش بالنصيحة هتبقى قاسي جدا عليه، هتسمعه كلام مش كويس. ليه؟ لان انت اديته النصيحة او اديته وقتك او اديته اعصابك من منطقة انت فيها مش مرتاح، كأنك انت ضحيت وعايز تشوف نتيجة التضحية بتاعتك. دول كانوا كلمتين مش وبس بتوع النهارده، واتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.